بس يا لب، اسمعيني يا بنتي، انت لو سكتي له هيسوق فيها. لا طبعا عادل انا ما بسكتلوش. ازاي يعني ما اجيبلكيش هديه في عيد ميلادك؟ طب اسمعي بس، انا مثلا النهارده عيد جوازي التاسع، يقدر عادل ما يجيبليش هديه؟ لا. طب بصي يا لبنى، اسمعي، انا هقفل دلوقتي عشان عادل جه ومخبي ورا ظهره حاجه، هقول لك بعدين، بس ما تنسيش تعملي اللي انا قلت لك عليه. سلام. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا روحي. ميرسي، ده حلو خالص. ده بقى اللي هتعلقيه في عربيتك الجديده. عادل انت جبت لي عربيه؟ بس ربنا يخليك ليا. حبيبتي انا بحبك بس يعني مش لدرجه عربيه وانا اتجننت. لا طبعا، عمر ده لطيف قوي يا حبيبي. بقول لك ايه يا عادل، هو ده بكام؟ ب10 جنيه؟ يا حبيبتي كده هتقطعيه، خلي بالك. عموما هديتك الكبيره النهارده بالليل. الارنوب. حبيبتي انا بحبك بس مش لدرجه ارنوب. النهارده بالليل بعد ما اخلص شغل هاخدك ونروح بره لوحدينا. لوحدينا؟ حبيبتي انت قلقتي ليه؟ انت مراتي عادي جدا يعني. نخرج بقى لوحدينا، نخرج ونعيش بره على موسيقى السلو الصاخبه، نرقص لوحدينا وناكل لوحدينا ونتكلم لوحدينا. تقصد تقول ان احنا هنروح المقطم؟ لا المقطم ده كان زمان قبل ما نتجوز، احنا خلاص بقى اتجوزنا. هنخرج بقى لمكان هادي، اخلص شغل اخدك ونروح بقى نقعد على موسيقى السلو. يا هيبقى حته يوم. يبقى اجرت شقه مفروشه كده يا حبيبتي، يبقى انحراف. بقول لك على موسيقى السلو، اضواء الشموع. يا عادل يا شقه ما فيهاش كهرباء؟ انت ما فيش في دماغك غير شقق. بقول لك انا وانتي هنروح نقعد على النيل، بس اهم حاجه محدش يعرف خالص. عشان نبقى براحتنا ولوحدينا. ايوه. معاكي بقى 200 جنيه سلف. ليه؟ عشان نبقى لوحدينا. عيد جوازكم عملوا عيد من امتى؟ على كده بقى النهارده اجازه رسميه، اهي فرصه اجز وما اروحش المدرسه. هي فرصه لكل العيال اللي في المدرسه انك انت ما تروح لهمش خالص. بطلي نفسنا بقى يا سناء. نقيه نفسنا ونفس اللي هي سعادل. من كتر السعاده اللي انا شايفاكم غرقانين فيها دي، انت عارف يا عادل ان انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان. يا سلام، ده ايه المبالغه دي؟ يعني انت لو قلت يا جواز السما تمطر، ومش مطر عاديه، تمطر عرسان كمان. طب قولي كده يا جواز، قولي يا جواز. ماليش مزاج تمطر النهارده، هات من الاخر يا عادل. اشمعنى يعني السنه دي بتحتفلوا؟ ما انت كل سنه ما بتحتفلش. يا ماما احنا كل سنه بنحتفل بعيد جوازنا، بس ما كناش بنقول لكم. وطالما قلت لنا السنه دي يبقى انت عايز حاجه. عايز ايه؟ عايز ما تعملوش اي مشاكل النهارده. ايوه، عشان النهارده عيد جوازي انا وعادل، ومن فضلكم ما تقولوش لحد عشان مش عايزه حد يعرف. ليه بقى يا اختي وانتوا متجوزين في السر؟ لا، لانها جوازه عره. انت تخرسي خالص. وده بقى ان شاء الله بتحتفلوا بيه ازاي؟ عادي يعني زي اي اتنين متجوزين. يعني بيجيبوا له تورته ولا بيطفوا له شمع؟ يمكن بيذبحوا فيه، اهي فرصه نطلع حاجه للغلابه. بنسهر مع بعض في حته رومانسيه، وساعات بنجيب لبعض هدايا. وهي جابت لك هديه؟ لا لسه، بس اكيد محضره لي مفاجاه كبيره جدا. دبدوب وصغير. يا ما جاب الغراب لامه. هما 200 جنيه هستلفهم وارجعهم على طول عشان اكمل على اللي معايا واقدر اسهرها في حته كويسه يا ماما. كان بودي يا حبيبي اسلفك، لكن الايد قصيره والعين بصيره، اعمل ايه؟ سناء كان بودي يا حبيبي اسلفك، بس اعمل احنا في اخر الشهر. حد قال لك تتجوزها في اخر الشهر؟ ما انتوا اللي حددتوا ميعاد الفرح. ايه؟ لا يا حبيبتي، ده ابوك الله يرحمه عملها وغار. ماما انا مش عايزه اتجوز في اخر الشهر، انا عايزه ابقى اتجوز في اوله. مش لما تتنيلي تتجوزي الاول؟ انا منافسنا يا عادل. مين الحيوان اللي قال كده؟ انا لو قلت يا جواز. يا نهار ابيض، انت بس السما تمطر عرسان على طول، ومش تمطر عرسان وبس، تتمطر عرسان بالمعازيم بالبوفيه بالزفه بسعد الصغير بكله. يا سلام، ربنا يخليكي ليا يا سناء يا اختي يا حبيبتي يا جميله. هردهم لك باذن الله اول عيد جواز ليكي. يبقى مش ناوي تردهم ابدا؟